السلام عليكم، أخباركم إيه؟ يا رب كده تكونوا بخير وعافية إن شاء الله. في المحاضرات اللي قبل كده اتكلمنا إن إحنا البداية أصلًا ماشية إزاي، كنا اتكلمنا على علي إكسبريس، واتكلمنا على علي بابا، وإن هم إيه الفرق ما بينهم، وإيه هي الفرص اللي ممكن تيجي منهم، وإزاي تشتغل عليهم. طيب ندخل في المرحلة التالتة نتكلم على إن إحنا إيه البلاتفورمز اللي إحنا هنشتغل عليها، يعني مثلًا إيه المنصات اللي هي في الوطن العربي نقدر نشتغل عليها. طبعًا أنت أكيد قابلت تاجر، في إعلان في أي حاجة أنت قابلت تاجر، تاجر هي منصة بتعمل بالdrop shipping أو الaffiliate هي يعني مزيج ما بين الاتنين، بمعنى يعني تقدر تدخل وتسجل وتشوف المنتج اللي أنت حابب تشتغل فيه وalready بيبقى بتاعك والمنتج معاك والشحن تقدر تشحن من خلالهم والموضوع بسيط جدًا. طيب خلّينا نتكلم على منصة، لإن أنا معايا كذا منصة، ما حبيتش إن أنا أكتر الموضوع أكتر من كده، لإن إحنا مش هنشتغل غير على منصة أو 2. في منهم منصة بتشتغل يدوي، وفي منهم منصة بتشتغل أوتوماتيك، يعني نقدر من منصة تاجر هي اللي بتشتغل بشكل أوتوماتيك تربط بيها المنصة بتاعتك. طيب إيه هي المنصة اللي نقدر نشتغل من خلالها كmanual وإيه الفرق ما بينهم وإزاي نشتغل كده وإزاي نشتغل كده، وليه نشتغل كده ونشتغل كده أصلًا، وليه ما نعتمدش على منصة واحدة؟ طيب خلّينا نتعرف أكتر بس على المنصة دي. منصة تاجر هي منصة سهلة وسلسة جدًا، المنصة دي بتعمل في ال4 دول اللي قدامك، خلّي بالك إن في العراق دي لسه جديدة جدًا إن هي بدأت تفتح مخازنها في العراق، وعندك كمان في السعودية المخازن بتاعتهم، وعندك في مصر أولًا كان في الأول السوق أول ما بدأوا السوق يكون في مصر، وبعد كده بدأوا في السعودية، وبعد كده فتحوا في الإمارات، ومؤخرًا من قريب جدًا فاتحين في العراق. يبقى أنت دلوقتي عندك 4 أسواق من أفضل الأسواق اللي أنت تقدر تبيع فيهم. خلّينا نتفق إن السوق المصري من أكبر الأسواق اللي أنت تقدر تشتغل فيها، ويليها بعد كده السعودية، وبعد كده نقول الإمارات، وبعد كده نقول العراق. هي مش ماشية بالترتيب على قد ما هي أنت عايز تبيع فين. يعني ما تاخدش مثلًا إن أنا هابيع في مصر عشان خاطر مصر الجمهور كبير جدًا، ما أنت المنتج بتاعك اللي أنت هتقدمه إيه؟ إحنا بنتكلم على حتة المنتج وهنتكلم عليها قدّام، مش هنتكلم عليها دلوقتي، ولكن أنا بادّي لك صورة سريعة عن هي ما بتفرقش البلد اللي أنا هاشتغل فيها، ممكن أشتغل في السعودية، ولكن إيه المنتج اللي خلّاني أحب إن أنا أشتغل بيه في السعودية؟ يعني أنا تصفّحت مثلًا وهنشوف هنتصفّح إزاي، وهنشوف المنتجات إزاي، بس أنا تصفّحت مثلًا ولقيت الله المنتج ده فعلًا ممكن أقدر أشتغل منه ومن خلال تاجر. طيب خلّينا نتكلم عن تاجر شوية، هي بصراحة تاجر منصة كبيرة جدًا، كانت البداية بتاعتها بسيطة جدًا، ودلوقتي هي حاليًا منصة كبيرة جدًا ومنصة يُعتمد عليها بالفعل. طيب لو نزلنا هنا بالأسفل هتلاقي هنا بيقول لك مش هنخلّيك تشيل هَم تاجر هتحلها لك، يعني هنا بيقول لك منتجات متنوعة وكسبانة، هو بيدّي لك فعلًا المنتجات اللي هي ربحانة معاهم، وهُم على فكرة خلّينا نركّز على نقطة معيّنة، إن هُم عمرهم ما هيجيبوا لك منتج مش كسبان معاهم، هُم هيخسروا، يعني هُم هيعطّلوا هيحطّوا فلوسهم في منتج بطيء مثلًا، طَب أنا ليه؟ هُم بيجيبوا المنتجات الربحانة وأنت تقدر تسوّق لها وتبيع ليها كشركة، يعني أنت بتسوّق كشركة، يعني تقدر تبيع المنتج بتاعك على إنّك اسمك مثلًا المسمى بتاع الشركة أو الbrand بتاعك brand اسمه كذا، فأنت بتقدر تبيع باسمك، مش شرط إن أنت تبيع بتاجر. هنا طبعًا بيشحن لك المنتجات لكل المناطق اللي أنت بتبيع فيها، سواء مثلًا في السعودية أو مصر، بيتباع في الجمهورية كلّها أو في المملكة كلّها. هنا كمان تقدر تحصل على أرباحك دون أي تأخير، أي مشاكل. هنا كمان خدمة المنتجات الحصرية، عندهم كمان حتّة المنتجات الحصرية متاحة في المملكة العربية السعودية. في منتجات حصرية كده أنت تقدر تتواصل مع الدعم مثلًا وتقول لهم أنا عجبني منتج كذا، يقدروا يجيبوا لك المنتج ده وبالفعل تقدر تبيع منّه وهُم كمان اللي يكونوا جابوه لك. أنت متخيّل؟ تقدر من خلالهم تتكلم مع الدعم وتتواصل معاهم إن أنا في منتج أنا شايفه رابح جدًا، أنا عايز أشتغل فيه، تقدروا تجيبوا لي المنتج ده؟ ده لو أنت حابب تtest على product معيّن معاهم وتشتغل معاهم أو أنت متأكد من المنتج ده، ولكن ده خلّينا نتكلم فيه يعني خارج أنت تقدر تعمل الموضوع ده. لو بصينا هنا هنلاقي دي الأقسام اللي موجودة عندهم، يعني هنلاقي منتجات حيوانات أليفة وإلكترونيات وملابس والصحة والجمال وأطفال وإكسسوارات كمبيوتر وأحذية. ولو نزلنا تاني هنا بيقول لك مميزات تاجر، هنا بيقول لك بيع بالسعر اللي تحبه، يعني هنا أنت فعلًا هم قايلين لك مثلًا السعر كذا، أنت كسبان في السعر ده 50 مثلًا جنيه أو 50 ريال، وهنا بيقول لك تاجر في أكثر من دولة، هنا بيدّي لك عرض كتالوج منفصلة لكل دولة، يعني مش مثلًا أنت مثلًا في مصر هنا مثلًا وأنت شايف منتجات السعودية داخلين في بعض، لأ، أنت مثلًا دخلت على قسم مصر، فكل قسم مصر بس، مش هتشوف أي دولة تاني، دخلت على السعودية نفس الكلام، وكمان هنا بيقول لك السحب هنا تقدر تسحب أرباحك من كل دولة، يعني مثلًا أنت بِعت في السعودية فاتح سوق في السعودية وفاتح سوق في مصر، هتستلم أرباح بتاع السعودية لوحديه وهتستلم أرباح مصر لوحديه،
نزلنا لتحت هنا هتلاقي سحب أرباحك بسهولة، وهنا بيقول لك معرفة أرباحك المتوقعة من الطلبات قيد التوصيل. الأرباح بيقولوا لك أنت أرباحك كذا من المنتجات اللي هي على قيد التوصيل، في أرباحك كذا. وهنا طبعا بيكون في أرباح زيادة كل شهر، اللي هو يعني في بونص والحاجات دي كلها هتعرفها. أنت عايز أي أسئلة تاني مختلفة مثلا عن تاجر، مثلا حابب يعني متوقع مثلا سؤال إزاي أبدأ مع تاجر، طبعا إحنا هنتكلم إزاي. اللي تحت هنا بيقول لك برضه هنا في تطبيق، انت تقدر بالفعل تحمل التطبيق وتتابع عمولاتك وتتابع مبيعاتك وتتابع الاوردرات اللي انت بتعملها والكلام ده كله. لو انت شغال مثلا على منصه معينه، ازاي بتشتغل طريقه يدويه، ازاي على منصه مثلا تعملها ومش عامل ربط تقدر ترفع المنتج بايدك والكلام ده كله وتتابع. ونفس الكلام حتى لو اوتوماتيك انت رابط عامل اكسس او عامل لينك ما بين المنصه بتاع تاجر ومنصتك انت اللي انت المتجر بتاعك، بتقدر اوتوماتيكلي تتابع، بس تتابع الاوردرات وتتابع الاوردر اللي تم والارباح بتاعتك والكلام ده كله هنقوله قدام. خلينا نتكلم عن احنا ازاي نسجل فيها. طبعا احنا هنا بنضغط على حسابي وبعد كده بنقول له تسجيل. لما بنقول له تسجيل بيظهر لنا الشكل ده، بيقول له طبعا سجل هنا. طبعا لما اضغط عليه تظهر لنا الصفحه دي. اول صفحه بتقول لك ايه هي المنصات تفضل استخدامها لوضع اعلاناتك. انا بالنسبه لي انا بشتغل على كله، لان انا اصلا راجل ماركتير، فبقدر اشتغل على المنصات دي. خليني اقول لك انت هتشتغل عليه معانا. خليني اقول لك انت مثلا هتشتغل على فيسبوك وانستجرام. هنا سناب شات لو انت هتستهدف السعوديه بشكل قوي جدا، ولكن دلوقتي مؤخرا ما بقاش افضل حاجه، فانستجرام بقى قوي جدا. وهنا تيك توك برضو يعني النسبه، يعني خلينا ناخد الاثنين دول كده. انا ليه بقول لك ان دول يعني مش افضل حاجه دلوقتي؟ لان انت هتصرف جامد جدا، يعني هتصرف في سناب شات بشكل كبير جدا وممكن ما تحصلش مبيعات بشكل قوي جدا او ما تسدش التكلفه بتاعت المصاريف بتاعتك. ونفس الكلام تيك توك اسعارها غاليه شويه، ممكن ان شاء الله قدام نتكلم عنها لو انت حابب بالفعل تشتغل خلاص معاهم. ولكن فيسبوك وانستجرام، فيسبوك في مصر قوي جدا وانستجرام نفس الكلام، وهناك في السعوديه انستجرام قوي جدا وبيشتغل بشكل قوي جدا. بيقول لك هنا المنصات اللي انت عايز تعمل عليها المتجر بتاعك، طبعا يو كان وطبعا شوبيفاي ووو كوميرس اللي هو بيكون على وورد بريس. مش هنتعمق فيها قوي لان انت كده هتدوخ معاه. احنا لو بنينا المتجر بتاعنا على وورد بريس انت هتاخد فتره كبيره عشان خاطر توصل بيع اول منتج اصلا، فاحنا نختصر الطريق كله لان في اختصارات اقوى من كده. وورد بريس ادفانسد اكتر بشكل كبير جدا، ولكن ده هيتعمل له كورس لوحديه ان شاء الله. ده شوبيفاي زي ما احنا اتكلمنا، لو احنا عايزين خلاص هنبيع فين، هنبيع في امريكا وكندا واوروبا. وبنفس المنصه اللي انا هشتغل عليها دي تقدر تبيع برضو بيها في امريكا واوروبا، لان اصلا المنصات دي هي ما هي الا دومين واستضافه. متجر بتاعك انت بتعمل عليه المتجر بتاعك، استهدافك ايه انت بقى بالكامبين بتاعتك بتستهدف وبتبيع. من غير السيرش انجين اوبتمايزيشن او الاس اي او اللي هو تهيئه محركات البحث. احنا مثلا لو عاملين للمنتج بتاعنا يعني عاملين له مثلا كوبي او عاملين له كلام كتير مثلا زي نظام كلام، احنا بنبقى كاتبين تفاصيل بشكل واضح جدا للمنتج وبنتكلم عنه عشان خاطر يأرشف اكتر كفري على جوجل. فاحنا هنتكلم في الموضوع ده قدام ان شاء الله. هنا هنقول له مثلا لست متاكدا، على فكره هي اسئله هو مش هياخد بيها اللي هو خلاص انت قلت لي كذا، فاحنا يعني عادي بنعدي الموضوع. هنا بيقول لك السوق اللي انت عايز تشتغل فيه. طبعا انا هشتغل في السوق مثلا المصري، نقول له التاني. طبعا هنا بيقول لك انت كده خلاص مستعد ان انت تبدا رحلتك مع تاجر. هنقول له نبدا ان احنا نتصفح الموقع. قبل ما نكمل في تاجر ونتكلم عنها، خلينا نفتح المنصه التانيه عشان نتكلم عنها، وطبعا طريقه التسجيل نفس طريقه تسجيل تاجر. هنيجي عند متجر اسمه ninjasellers.com. المتجر ده بيعمل بنفس طريقه تاجر، المنصه اللي احنا هنبني عليها المتجر بتاعنا. لو بصيت هنا هتلاقيه بيشتغل في السعوديه وفي الكويت وعمان والبحرين، كل هنا كل دي مخازن. انت شوف السوق اللي انت حابب تبيع فيه فين. عايز تشتغل في الكويت تشتغل، عايز تشتغل في السعوديه تشتغل، عايز تشتغل في البحرين تشتغل، الاردن، ليبيا، فلسطين، مصر، الامارات، قطر، لبنان، المغرب، السنغال. يعني بيقول لك تقدر تبيع في كل الدول دي. انت شوف حابب تبيع فين، انت حابب تبدا السوق بتاعك فين. ولكن انت كبدايه انت مش عارف تبدا فين، فخلينا نبدا بشكل بسيط جدا وسهل جدا. ولكن انت عندك كل المميزات دي في المنصه دي، ولكن اللي مش ميزه ان انت هتضيف منتجاتك بايدك. يعني هتاخد المنتج اللي عجبك، احنا طبعا طريقه التسجيل بتسجل من هنا. هتاخد المنتج اللي عجبك تروح تضيفه في المتجر بتاعك لو انت حابب تشتغل فيه وتستهدف السوق بتاعه. يعني مثلا عايز اشتغل في الكويت، خلاص هاخد المنتجات المانوال وهحطها في المتجر بتاعي واشتغل في سوق الكويت.
واقول لك ازاي تشتغل وتختار المنتجات والكلام ده كله قدام في الماركتنج، ان احنا لسه هنتكلم على التسويق بقى. ولو نزلت تحت هنا برضو بيديك نفس التفاصيل لو انت حابب تعرف اكتر. هنا بيقول لك ركز في التسويق لمنتجاتك، اقل نسبة مخاطرة، صافي ربح كبير. وهنا بيقول لك يمكنك البيع على بضاعتك، يعني انت تقدر تضيف بضاعة هنا. لو انت عندك براند قائم على ارض الواقع تقدر تشتغل معاهم وتديلهم منتجات ويشغلوها لك عادي، او ممكن تبيع البضاعة بتاعت المنصة. يعني عندك ده وعندك ده. وهنا بيقول لك بقى جميع الدول والكلام ده كله، بتعرف تفاصيل اكتر. ولكن إحنا هنبدأ مع تاجر عشان خاطر تاجر موثوق فيها حبتين 3، وبعد كده أنت هتكون بقى عندك وعي وإدراك كبير جدًا بالمنصات إن أنت تقدر توسّع السوق بتاعك، فأنت هتقدر تدخل على المنصات المختلفة. ولكن أنا أرشح لك بعديها هتبقى إيه، هتبقى نينجا. ندخل على المنصة التانية اللي هي منافسة ليهم برضه وتقدر تشتغل عليها، وهي انجزني. انجزني متخصصة بشكل أكتر في الملابس والإكسسوارات والحاجات دي. فأنت لو عايز تشتغل في الملابس نفس الكلام، تقدر تسجل فيها وتختار المنتج اللي أنت عايز تشتغل فيها، ولكن هي بتشتغل في مصر بس. وهنا لو دخلنا على جامايكا هتلاقي برضه جامايكا بتشتغل برضه في البراند الخاص بالملابس بشكل أكتر والإكسسوارات والحاجات دي برضه. ولو بصيت هنا هتلاقي إن هم أصلًا كانوا في الأول، اللي أنا عارفه إن هم كانوا شغالين في مصر، وبعد كده فتحوا في السعودية، وبعد كده راحوا قفلوا مصر واشتغلوا زي ما هم في السعودية. وبعد كده ضمّوا الأعلام دي. طيب أنا لمّا تواصلت معاهم أول مرّة ساعتها لمّا عرفت إن هم مش متاحين في مصر، ما بقوش متاحين ليه في مصر، فتواصلوا معايا وقالوا لي إن إحنا بس كان عندنا مشكلة ومش عارف إيه، فإحنا شغالين دلوقتي في السعودية والفكرة دي. فأنا لمّا تواصلت معاهم تاني ده كان ردّهم. يعني لو رجعنا هنا هتلاقوا في chat ما بيننا إن هو طيب في مشكلة ما فيش ولا منتج ظاهر عندي، لمّا كنت باخد منهم منتجات برضه وباشتغل brand كده تبعي. هنا بيقول لي: "مساء الخير يا فندم، تم رفع المنتجات على موقع مصر." وإحنا بس شغالين في السعودية بس دلوقتي. قُلت لهم: "يعني ما بقيتوش شغالين في مصر؟" "حاليًا لأ يا فندم." طيب، هنا بقى أنا كلمتهم تاني لمّا بصيت لقيت الأعلام موجودة، مصر أهي موجودة، فقُلت لهم: "اشتغلتوا لمصر؟" طبعًا ده رد آلي: "لأ لسه يا فندم." طب أنا هابعت لهم رسالة: "طب ليه ضايفين علم مصر في المنصة؟" وعامل علامة استفهام وenter. باستناهم بقى يردوا عليَّ لإن ده يعني عبث شغالين فيه. بس خلّينا نبقى نتكلم على تاجر بقى. خلاص إحنا اخترنا المنصة اللي إحنا هنشتغل عليها، هنتكلم بقى عن المنصات اللي إحنا هنعمل عليها المتاجر بتاعتنا إن شاء الله. بالتوفيق لكم جميعًا، السلام عليكم.